بس كويس انك هنا، انت تاخد مني الامانه دي وتحافظ عليها كويس. عقبال ما اهرب من البوليس اللي بيجري ورايا هبقى اقول لك قصتها ايه. في اوائل القرن ال19 عالم المصريات البريطاني هنري سولت خد برديه من الاثار المصريه وراح حطها في المتحف البريطاني. بس عادي، السيناريو ده اتعمل كتير قوي واتهرى. ايه الحوار؟ بس الغريبه ان البرديه دي بالذات اتعمل عليها حوارات كتير قوي من علماء الاثار وبالذات في بريطانيا، وده حصل بعد ما ترجموا. علماء الاثار لقوا حاجه غريبه جدا وكانت صدمه بالنسبه لهم، لان بغض النظر ان البرديه دي بيرجع تاريخها ل 1200 سنه قبل الميلاد، الا ان اللي كان بيزيدها اهميه انها كانت موجهه لرجل اسمه ابن مناخا. ويا رب اكون نطقت الاسم صح. رايحه لمين بقى البرديه دي؟ رايحه لوزير اسمه هوري ومكتوب فيها شكوى عن واحد اسمه بنيب. يا ساتر يا بنيب، عملت ايه؟ هو مين بنيب اصلا؟ بنيب ده كان واحد من نقاشين المعبد زيه زي غيره، بس اللي كان مكتوب عنه ما كانش حد بيعمل. كان مكتوب عنه في البرديه ان بنيب عمل شويه جرايم، زي ان بنيب كان بيرشي العمال وان اوقات كتير كان بيسرق من المعبد. وبيني وبينك ما كانش كده بس، لان الرساله دي اتكتب فيها مصايب كتير عمنا اللي بنتكلم عنه ده عملها. كده عايز تعرف هو في مصايب اكتر من انه بيسرق المعبد وبيرشي العمال؟ البرديه كان مكتوب فيها ان الراجل ده اتحرش ببنات كتير. مش بس كده، ده وصل بيه الموضوع ان في البرديه اتكتب انه اغتصب بنت اسمها هيم واو، وعشان كده بنيب اتطرد من شغله واتسجن كمان. وده ان دل فيدل ان قدماء المصريين ما كانوش بيهزروا في اي قضيه جنسيه. والبرديه دي خلت الناس يتاكدوا ويعرفوا ان المشاكل اللي بنقابلها في الزمن ده زي التحرش او الاغتصاب مش ظاهره جديده، وان الموضوع من زمان قوي، ايام جدي وجدك لما كانوا بيترسموا على المعابد. دي مكمله معانا في كل العصور تقريبا، واقول لك على الكبيره كمان موجوده في كل الحضارات. عندك الاغريق مثلا كان عندهم الاسطوره ميدوسا اللي الروماني اوفيد في كتاب التحولات حكى عنها. اوفيد قال ان ميدوسا كانت واحده من اجمل بنات البلد، واللي حصل ان تم التعدي عليها من واحد اسمه بوسيدون. وبيني وبينك بوسيدون ده كان حاجه كده استغفر الله العظيم، اله البحر والعواصف، لانه مش بس اتعدى على ميدوسا، ده تعدى على ميدوسا في معبد مينيرفا. ومن بعد الواقعه دي تحول شكلها وشكل راسها للافاعي في المعبد يا بوسيدون. اخس. كلمة تحرش كلمة جديدة نسبيا، وإن تقريبا ما ظهرتش غير في سنة 1973 في تقرير قدمته واحدة اسمها ماري رو لرئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. هكتبها لك تحت ظهرها. والتقرير ده ماري رو كانت بتتكلم فيه للمضايقات اللي بتتعرض ليها الستات خارج المجتمع الأمريكي، سواء بقى كانت المضايقات دي بسبب لونهم أو شكل جسمهم، وإنها بتدور على طرق وحلول عشان تحد من أثر مشكلة التحرش. حلو قوي، يعني ماري هتخلصنا؟ لا، ماري ما عرفتش تعمل ده. لك بقى أن تتخيل إن لحد دلوقتي ما لقوش حل للمشكلة دي من ساعتها. لو أنت مركز في الحلقة من أول، فالموضوع بقى مش من ساعتها، البشريه بشكل عام مش لاقيه حل للمشكله دي من ساعه الفراعنه، ويمكن من قبل كده كمان. بس تفتكر ليه كل الابحاث والدراسات دي ما طلعتش حل نهائي لمشكله التحرش؟ يمكن ده سببه ان التحرش هو شيء غرائزي. ده حتى الدراسات اللي حصلت على المتحرشين واتسالوا عن اسباب الفعل اللي عملوه ما كانوش عارفين يقولوا ايه، لان معظم فعلهم ده ما بيكونوش مدركينه ساعتها. اللي بيكون متحكم فيهم هي الغريزه، والغريزه هي السبب في فعل الشيء بشكل لا واعي. فخليك فاكر دايما وعارف ان الانسان هو اللي يقدر يتحكم في غرائزه، مش اي عوامل خارجيه. سلام عليكم.